تعالى معايا هفطرك احلى فطار مصري اصيل. وطالما شفت العربية دي بقى عرفت أنا فين. أنا النهاردة عند واحد من أقدم المطاعم اللي بتعمل فول في مصر، وهو فول وحيد اللي الناس بتجيله من كل حتة عشان يدوق البطاطس الجمبري من عنده، لأن هو فعلا مميز بيه، لأنه عنده سر الخلطة بتاعتها، وده بقى فعلا جمبري الغلابة. وشكل البطاطس من حلاوتها حرفيا تشد. المميز من عنده بقى كان بيعمل كل الأكل بتاعه فريش وطازة. طلبنا بقى كده الأوردر من عنده، ما خدش وقت الصراحة، ودي طبعا بداية مبشرة. مودي صباح الفل يا حبيبي، حبيب ازي قلبي، حضرتك؟ نورت اخبارك الدنيا ايه؟ في الوحيد، حبيب نورتوني. قلبي، اتفضل. حبيب قلبي ايه الحلويات اللي عندكم يا دي؟ باشا، ده انت اللي نورت الدنيا والله. حبيب ده قلبي، احنا اتشرفنا بيك بنورك النهارده ان طبعا. انت جيت. بص هنا تاخد راحتك خالص. في حاجه فيها شطه، في حاجه مش عاجباك، اي حاجه تقول لي اغيرها لك، لان انا ببيع اكل لازم تبقى قاعد معايا هنا اكيد مستريح. طبعا، ربنا عشان انا يخليك هتقول ليا. لي رايك بامانه. طبعا الزبون اللي بينزل لك ده بينزل لاي زبون بيجي. اكيد ما طبعا. عندناش والله، ما بنخليش حاجه عن حاجه الحاجات رخيصه جدا. لا هو احنا بنبيع انا كنت باسعار والله متخيل احنا. لا انا لا كنت لا جاي ومتخيل ان الاسعار هتبقى اعلى من كده. لا 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 يا باشا، الفوليه دي بلدي، انت عند وحيد ملك وهتاكل. البلدي في مصر. هتاكل وتقول لي رايك بعد ما تاكل. اكيد طبعا. حبيبي نورت حبيب قلبي، الدنيا. بنورك. وعايز اقول لكم ان حرفيا شكل الاكل يفتح النفس. ونفض بقى العيش البلدي بتاعنا الاصيل كده عشان ندوق طبعا اجمل طبق فول هتدوقه في حياتك. والمميز من عنده كده ان الفول متغرق زيت وطحينه، واكيد طبعا ضايف الخلطه بتاعته المميزه عشان تدوق اجمل طبق فول في حياتك. وطبعا وحيد عامل لنا افتكاسه جامده جدا، وهي بطاطس بالجبنه الموتزاريلا، ودي شبيهه كده للموتزاريلا ستيك. وعايز اقول لكم ان دي اختراع فعلا، كانت جامده بجد. لازم اما تروحوا هناك تجربوا. ونخش بقى على الطبق اللي انا مستنيه من بدري، وهي طبق البطاطس الجمبري. في اماكن كتير بتعمل بطاطس جمبري، بس اكيد طبعا مش زي وحيد، لانه هو فعلا مميز بيها. من كتر حلاوتها انا فعلا مش قادر ان اسيبها، وده من الاطباق المميزه عنده فعلا. وطبعا الاكله ما تحلاش الا بقطمه البصل الجامده دي، او بشويه الويسكي الحلال الجامدين دول. هو كان مشطشط شويه بس عجبني بجد. ونخش على الأكلة اللي معظم الشعب المصري بيحبها، وهي الجبنة القديمة. كان متقطع عليها كده قوطة وخيار، ومغرقها بالطحين عشان تدوق أجمل طبق جبنة قديمة مصري أصيل. طبعا يكمني بقى أنا من عشاق البتنجان. طبق البتنجان عند وحيد كده بقى بيبقى مشطشط. لو أنت من عشاق الشطة دوس، مش من عشاق الشطة بلاش، لأن هو فعلا حراق جدا. مكان يستحق انكم تجربوه بجد. ما تنسوش ترشحوا لي في الكومنتات عايزين نروح فطار تاني فين. سلام.